سلام، كيفكن؟ اليوم وصفتنا هي سلطة، بس هي يعني ممكن تعتبر وجبة. أول شي منبلش برشت جزرة وسط، برشتها بحطها على جنب. بس خلص الجزر، هي قد ما حلوة كلها ألوان هالسلطة. برجع بفرم ملفوف لون موف البنفسجي، قد ما فيني بفرمن ناعمين، شي 3 ورقات. إجمالا هيدي الكمية بتطعمي شخصين يعني. وكمان شي 3 ورقات ملفوف اللون الأخضر، هن بكون من جوا لونه أبيض، كمان بفرمون فرم ناعم. بس نخلص كمان بنحطن حد الموف. نرجع بس نخلص الملفوف، كمان بنفرم كمان خس أو الآيسبرغ أو الخس العادي، كمان فرم ناعم هيك حتى نشكل الألوان. بنحطن كمان على جنب حدهم. كان عندي نص علبة ذرة كمان حطيتها معهم. وآخر شي خيار منقشرن ومنقطعن رفاع بس بالطول، حتى يصيروا هيك كلهم يلبقوا على بعضهم، رفاع وطوال، جوليان يعني. هيك صاروا جاهزين الخضرة. هلأ بدنا نحضر الدريسنج. الدريسنج هو اللي بيطيبها لهي السلطة جد. هي معلقة كبيرة لبن، ومعلقة كبيرة مايونيز، معلقة ونص مايونيز، ومعلقة يعني كبيرة بس يعني 3/4 المعلقة ماسترد. وبنرجع بنعصر عليهم حامضة صغيرة، ملح وزيت زيتون. المعلقة 3/4 المعلقة هي الخردل، نسينا اسمها. بنزيد عليهم بهار أسود وملح. أنا هون كان عندي ناجتس قليتهم. فيكن إذا عندكم مثلا كريسبي دجاج من قبل بيوم، هيدي السلطة بتناسب كتير. هلأ بدنا نجمعها، يعني هو تقريبا بطعمه شخص واحد. ناخد من كل الأصناف. شفتوا ألوانها شو حلوة. ومنحط نص كمية الدريسنج، نخلطها مع بعضها. بهالوقت أنا عم بقلي الناجتس حتى يكونوا سخنين لما بدنا ناكل مع السلطة. بخلطهم، وهيدول الناجتس صاروا جاهزين. بقطعهم، كتير كانوا سخنين. وبنحطن على الوجه قد ما بتكون كمية، يعني ما الكمية ما في عيار للكمية يعني. بنحطن هيك على الوجه. بنرجع بنكفي التقطيع. وآخر شي بنحط هيك على الوجه من الدريسنج مثل الخطوط، بيطلع هيك شكلها حلو. طعمتها كتير كتير طيبة، وإذا بتزيدوا شوية عسل على كمان الدريسنج كمان بيعطي طعم كتير طيبة. هيك شكلها كتير حلو وطعمتها كتير طيبة. جربوها وخبروني. باي.